معنا على الهاتف الآن الشاب محمد صبحي أحمد السيد اللي هو ربنا يشفيه، اللي عنده عجز أو شلل كلي، والأستاذة منى عبد الرحمن بتقول إن هي تبنت حالته إن شاء الله. محمد أهلا بيك وربنا يشفيك إن شاء الله. ربنا يخلي سعادتك يا فندم يا رب. يعني هو الأستاذة منى قالت إن شاء الله أنت بقيت على ذمتها دلوقتي وبقيت عميل ضمان. ربنا يخلي سعادتك يا رب يا فندم. ربنا يخليك. يا ريت تقفل التلفزيون يا محمد. حاضر. قفلته كويس عشان تسمعني؟ ان شاء الله ان شاء الله. انا عايزك تتواصل مع الاستاذه منى عبد الرحمن. احنا خلاص وصينا عليك بما فيه الكفايه وهي دلوقتي عارفاك كويس. بعد ما يخلصوا لك موضوع المعاش تروح تتقدم على مشروع، يعني الضمان او التامينات او الضمان الاجتماعي، فيه حاجات مشروعات بتتعمل اللي زي حالاتك تقدر تساعدك شويه في الحياه. لكن انت اكيد يعني كان لك عتاب قبل ما تيجي للديوان، ورأيك ايه بعد ما جيت للديوان؟ والله يا فندم انا بشكر حضراتكم جدا وبشكر مدام نسرين بالاخص، يعني انها وقفت جنبي في المشروع ده. لا شكر على واجب يا فندم، اتفضل. والله يا فندم، ومدام منى برضو على مجهودها يعني. هو الناس الموظفين وصلوا لك لحد البيت يا محمد؟ المديره نفسها اللي كانت مراتي بتروح لها في بعض الاوقات كانت تقول لها ما تجريش هنا تاني، لما الورق يبقى يجي احنا اللي هنجي لك لحد البيت. وبعد ما انا جيت لحضراتكم يعني جت لي هي لحد البيت تاني يوم على طول. اللي هي مديرة الوحدة الاجتماعية بايه؟ بصناديق. يعني لازم لازم يعني نلجأ للسيدة المديرة العامة بتاعتها عشان تقوم بدورها. والله ده اللي حصل يا فندم، والله ده اللي حصل. عموما عايزك تتابع بعد ما تخلص موضوع الضمان ده المعاش ان شاء الله، تبتدي تتابع وتبعت حاجة يا فندم. اتفضل. هي انا كنت كلمتها بالنسبه للمشروع، قالت لي لو هعمل لك مشروع هقطع لك القبض خالص، مش هتقبض من عندنا حاجه. ده مين اللي قالت كده؟ هي برضو المديره دي بتاع الصناديق. لا اتعامل على طول مع الاستاذه منى. ربنا يعني تبعت. انت عارف مكان اداره الضمان فين؟ خلف مباني الجامعه. حاجه اسمها نجف الجامعه كده. عارف. الاداره هناك واحنا معاك يا محمد، لان انت يعني لك حق علينا كلنا. ربنا يخلي سعادتك يا فندم يا رب. ربنا يخليك. يعني خلي المدام تتواصل دايما مع المدام منى، تروح تزورها مثلا كل 15 يوم علشان ايه ان شاء الله يعملوا لك كل اللازم. ده حقك على الدوله يا محمد. ربنا يخليك يا فندم يا رب، وبشكر حضراتكم. ربنا يخليك. ده واجبنا يا محمد، وربنا يشفيك ويخفف عنك انت واسرتك. بس في حاجه بس اتفضل يا محمد. لازم حضرتك يعني انا كان همي كله ان انا اقدر حد يساعدني واقدر اعمل عمليه بس واقف على رجلي عشان ما حدش يساعدني باي حاجه. والله احنا معاك يا محمد، وربنا بيفتح الابواب، ربنا ما بينساش عباده يا محمد، احنا مع بعض يا رب. وانت البرنامج انت عارف ان هو كل يوم سبت الساعه 4:15 تطلب التليفون واحنا تحت امرك. ربنا يخلي سعادتك يا فندم يا رب. ربنا يخليك. ماشي يا محمد، ربنا يشفيك يا محمد. ماشي يا فندم. ربنا يشفيك. نعم. يعني هو كان في كتير طبعا من متابعينا ومشاهدينا المحترمين كانوا عايزين يعملوا مداخلات، لكن بنعتذر لهم عن انتهاء وقت البرنامج، وان شاء الله نتابعهم او نستقبل مكالماتهم في الاسبوع القادم في تمام الساعه 4:30 في كل يوم سبت ان شاء الله. بنقل لكم تحيات أسرة برنامج ديوان المظالم، وهذا شاكر عمارة يحييكم في أمان الله. مين اللي عاجل فينا، مين مجنون، مين اللي مدبوح من الألم، مين اللي ظالم فينا، مين مظلوم، مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم، مين اللي محميلك خضار الفلاحين غلابة، مين اللي محميلك عمار عمالك الطيابة، مين اللي بيبيع الضمير ويشتري بيه الدمار. من هو صاحب المسألة